نشرة أخبار الرياضة نقدمها لكم من قناة البلاد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. ونستهل الموعد الإخباري بأخبار المنتخب الوطني، أين أجرى لاعبو المنتخب صبيحة اليوم حصة تدريبية بالمركز الوطني التقني لسيدي موسى في إطار تحضيرات التشكيلة الوطنية استعدادا لمواجهة منتخب السيشل يوم 2 من جوان المقبل لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا 2017. وعرفت الحصة التي جرت بمشاركة جميع العناصر الوطنية إجراء مباراة تطبيقية بين المحاربين، كما منح الطاقم الفني للخضر فترة راحة للاعبين إلى غاية عشية اليوم. أما فيما يخص برنامج يوم الجمعة فسيجري رفقاء كارل مجاني حصة تدريبية ابتداء من الساعة 5 مساء بسيدي موسى. في أخبار محترفين، بلغ عدد نوادي القسم الأول الإنجليزي البريمير ليج التي ترغب في الاستفادة من خدمات سليماني 15 فريقا على غرار لايستر سيتي البطل وتوتنهام الثالث ومانشستر سيتي الرابع والعملاق تشيلسي، كما أوردته صحيفة ريكورد البرتغالية اليوم. وأضافت الصحيفة أن كل المؤشرات توحي بأن سليماني يرغب في تغيير الوجهة نحو إنجلترا هذه الصائفة. وفسرت ذلك بأن الدولي الجزائري فجر مواهبه مع سبورتينغ لمدة 3 مواسم ويأمل في خوض تجربة جديدة. تعهد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بأن يستفيد الرياضيون الجزائريون من أحسن ظروف التحضير لتحقيق النتائج المرجوة خلال أولمبياد 2016. جاء هذا خلال ترأس الوزير ولد علي لاجتماع تنسيقي وتشاوري مع اللجنة المختلطة التي تضم إطارات الوصاية واللجنة الأولمبية الرياضية بهدف متابعة وتقييم تحضيرات ومشاركة الوفد الجزائري في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو. أعلنت لجنة الترشيحات والطعون في الرابطة الوطنية المحترفة أن محفوظ قرباج الرئيس المنتهي عهدته على رأس الهيئة والمرشح الوحيد للمنصب، وذلك من أجل خلافة نفسه خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 5 من جوان المقبل بالمركز التقني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسيدي موسى. وحسب نفس المصدر كانت لجنة الترشيحات قد رفضت ملف مراد لحل رئيس النادي الهوي لنصر حسين داي خلال اجتماعها يوم 16 من مايو المنصرم بسبب إيداعه لوثيقة التوكيل بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة. محليا الآن تعرف الجولة 30 والأخيرة من البطولة الوطنية المحترفة الأولى موبيليز المقررة هذا الجمعة تنافسا كبيرا من أجل البقاء بين فريقي اتحاد البوليدة وسريع غليزان، في وقت يسعى فريق شبيبة الثورة لضمان المركز الثاني في الترتيب النهائي الذي يؤهله للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا. الزميل محمد تامرت والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يسدل الستار عشية الغد عن البطولة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2015-2016 بإجراء الجولة الأخيرة التي ستحدد هوية الفرق التي سترافق أمل الأربعاء أو جمعية وهران القسم المحترف الثانية. الجولة الأخيرة ستحدد أيضا هوية الفرق التي ستمثل الجزائر في المحفل القاري، فالمركز الثاني الذي تسيطر عليه شبيبة الثورة بفارق نقطة على شبيبة القبائل ستكون أمام طريق معبد من أجل تمثيل الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا عندما يرحل لمواجهة جمعية وهران. أما شبيبة القبائل فهي مجبرة على الفوز أمام مولودية وهران وتنتظر تعثر الثورة من أجل افتتاك المركز الثاني، وفي حال فشلها ستكون الأوفر حظا في خطف المركز الثالث المؤهل لاعبي كأس الكاف. القمة على غير العادة ستكون بملعب أول نوفمبر بالحراشة، حين يستقبل الفريق المحلي سريع غليزان المطالب بتحقيق نقطة على الأقل من أجل ضمان البقاء، عكس اتحاد البوليدة المطالب بالفوز على أرضه أمام البطل اتحاد العاصمة وينتظر خسارة غليزان بالحراشة. باقي المباريات ستكون شكلية، فالمولودية المتوجة بكأس الجزائر ضمنت بقائها وكذلك مكانة في كأس الكاف الموسم المقبل تستقبل وفاق سطيفا ببولوغين. أما النصرية فستختتم موسمها أمام جماهيرها باستقبالها مولودية بجاية في لقاء سيجرب فيه بوزيد اللاعبين شبانا. أما مفاجأة الموسم دفاع تجنانت يستقبل شباب بلوزداد، فيما يرحل شباب قسنطينة لملاقاة أمل الأربعاء. عينت إدارة نادي شبيبة بجاية الهادي خزار مدربا جديدا للفريق المنتمي إلى الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليز، وذلك خلفا للمدرب لمين كبير. وسبق للمدرب خزار أن قاد أبناء وادي الصمام إلى التتويج بكأس الجزائر لسنة 2008 على حساب وداد تلمسان، وهو اللقب الوحيد في تاريخ النادي الأخضر والأحمر. في سياق آخر، عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره أتلتيكو مدريد.
وغادر رونالدو تدريبات أول أمس بعد شعوره بآلام في الفخذ، لكن النادي الإسباني أعلن عودة نجمه الأول إلى التدرب مع بقية زملائه. من جهة أخرى حث كريستيانو رونالدو ناديه ريال مدريد على تجديد عقده، وقال بأنه يرغب في إنهاء مسيرته في العاصمة الإسبانية. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام نشرة أخبار الرياضة لنهار اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت البلاد.net، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي عبر الموقع ذاته. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. تحياتي وتحيات الطاقم الفني العامل معي، ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.